عندما رأى أندريا ذلك نادت على من حولها ليذهب أحد لإنقاذها. سقطت الفتاة في بركة كبيرة من الدماء. كان سال قد استعاد قوته وبدأ يقاتل الوحوش السحرية واحدة مع توجيه تهديد. أيتها الوحوش، حانت نهايتكم. اندفع سال وكانت يداه تتحركان بسرعة خاطفة لتقطع ثلاثة منها دفعة واحدة. كان منظرا مذهلا. شفرة أفعى الله بالدموي. صرخت الوحوش الثلاثة في ألم بينما كانت تتقطع. إنها الأمر بضربة قسمتها إلى نصفين كأنها قصب سكر، وبدا في عينيه احتقار واضح. مجرد حسالة. تبدد الدخان تدريجيا. كان طلاب الأكاديمية مستلقين جميعا على الأرض. وحده طالب واحد كان يحمل سيفا أكبر من جسده ويقف بصعوبة. نادي ويليام على لويس. لم يبدو أن الصبي يسمعه، بل بدأ يصرخ باتهام. هذا الشيطان يمارس سحر الدم، خائن للعائلة وغد يذبح إخوته. صرخ الصبي خلفه. لويس، لا يمكنك فعل ذلك. ثم غرز سيفه في الأرض. بدلا من الهجوم ركع لويس بخشوع تام. زميلي سال، لولا مساعدتك لكنت ميتا الآن. أرجوك اقبل اعتذاري وشكري الصادق. أرجوك سامحني على غباء وجهلي في الماضي. أرجوك اقبل اعتذارنا واشكرنا. أشارت إحدى الفتيات في المجموعة نحو السماء. انظروا ما ذلك. كانت هناك أعداد لا تحصى من الحشرات المظلمة تندفع نحوهم. اتسعت عين سال. بصيرة مسلان كوبر الدم. هذه الحشرات تخفي بالتأكيد سرا ما. قبل أن يرحل أوصى أندريا، احمي نفسك جيدا واعتني بهؤلاء الطلاب. ومضت ضوء الدم. من المؤكد أن الحشرات كانت تستهدف سال، فعندما رأته يقفز إلى الماء تبعته بسرعة. هذا ما في الأمر إذن. ما يسمى بحشرات ميسة ليست سوى أداة لحصاد طاقة الحياة. الهدف الحقيقي هو من خلال ذلك القلب الموجود في مصفوفة السحر لإحياء الساحر ميسة إنه شيطان ومجنون لعين. هذا النوع من المعارك هدفها حصاد طاقة الآخرين ليعيش هو. من الأفضل أن تموت بهدوء. اذهب وخذها. وليمة الدم الجياشة أطلق سال لكمة أطاحت بكل الحشرات. في الخارج استعاد الطلاب قوتهم السحرية أيضا. انتعشت أرواح الجميع. لقد عادت طاقتي السحرية. لقد عادت لياقتي البدنية. هل ترون ذلك؟ هل هذه هي بوابة العالم السري؟ لم أتوقع أبدا أن نعثر على المخرج بالصدفة هكذا. في زاوية أخرى كان أوليفر يتكئ على جذع شجرة يتنهد بعمق وهو غارق في أفكاره. ما حدث داخل العالم السري لا يجب أن يخرج للعلن أبدا، وإلا فإن خطط الأمير في رشوة الأكاديمية ستأثر بشدة. أخشى أنني لن أجد مكانا لي هنا في الأكاديمية بعد الآن. تناول زجاجة النبيذ وارتشف منها قليلا ثم تمتم. بالطبع الأمور دائما تسير نحو الأسوأ، أليس كذلك؟ لقد فتحت بوابة العالم السري. من يا ترى بقي على قيد الحياة؟ يجب أن نبذل قصارى جهدنا هذه المرة ولا نترك أي ثغرة. عندما خرج سالان كوبر من بين أمواج المياه تعالت هتافات الطلاب فرحا. لقد فتحت البوابة الكبيرة، وبمجرد أن يستعيد توازنه تماما سنتمكن جميعا من الرحيل. هذا رائع. لا أريد البقاء في هذا المكان الملعون للحظة أخرى. اقتربت أندريا لتطمئن علي. هل عدت يا سالان كوبر؟ هل أنت بخير؟ لا تبدو متعبا على الإطلاق. أنا بخير كبقية الجميع. لقد استعدت طاقتي الجسدية والسحرية، كما أنني وجدت هذين الشيئين في قاع البحيرة. نظر الجميع إلى الزجاجة الكريستالية ذات اللون الأزرق الجميل. وكانت هي تراقبها بتمعن. هذه الزجاجة الكريستالية تفوح منها رائحة السم الخاص بتلك الوحوش التي واجهناها. بالتأكيد هي القارورة التي كانت تستخدم لحفظ السم. هذا النوع من الكريستال نادر جدا. عندما نعود سأطلب من المعلم فحصها. أنت محق. لقد تعبت كثيرا من أجلنا. شكرا لك. أمسك ويليام بجوهر الطاقة في يده وعلق قائلا، بناء على حجمه يبدو أن هذا هو كريستال المانا الخاص بكارثة التنين ذي الرؤوس الخمسة. للأسف كل كريستالات المانا التي كانت هنا استهلكت بالفعل. لا يمكننا البقاء طويلا في هذا المكان المليء بالعظام السامة. كاد سالان كوبر يكمل حديثه، لكن قطع لي الذي كان خلفه. خذ، هذه هي كريستالات المانا التي جمعتها سابقا. خذها يا سالان كوبر وأكمل المهمة. وبمجرد رؤية ذلك اندفع البقية لتقديم ما لديهم أيضا. خذ من عندنا نحن أيضا. شكرا لك يا سالان كوبر. شعر الجميع بالراحة في أعماقهم. أخيرا تم قبول سالان كوبر من قبل الجميع. كان شعورا رائعا. وبينما كان الجميع يتهيئون للرحيل بسعادة، انطلق صوت غريب من الخلف فجأة. أيها الحسنة، لماذا لم تموتوا جميعا بسلام داخل العالم السري؟ انتبه سالان كوبر للأمر بلمحة سريعة. تبا، لقد جلب معه أثر دماء مرعب إنه يهدد بقتلنا. ركضت كل من جلوريا واندري نحوه بقلق. هل أنت بخير يا سالان كوبر؟ لقد جئت لأساعدك. فرد هو جناحي وقال بهدوء وثقة، يا أوليفر، رؤية دمي قد كشفت لي نهايتك. لم يتركه أوليفر والشأن، بل اندفع نحوه بجنون. أيها السام الملعون، اذهب إلى الجحيم. فرد عليه سالان كوبر بحدة. الشخص الذي يستحق الموت هنا هو أنت. استخدم أوليفر قدراته وبدأ يطلق هجماته بجناحيه ذوي اللون الذهبي المتوهج. وفجأة سقطت الزجاجة الكريستالية التي كانت مع سالان كوبر بسبب شدة القتال. قفز جورج بينهما وصرخ، توقف فورا. ثم التفت إلى أوليفر مبخا إياه، يا أوليفر، هل تعي ما تفعله؟ كان المدير غاضبا بالفعل، وبسبب تهور أوليفر لم يجد سوى أن يشتمه في ثرى. شخص يتجاهل القواعد أحمق، لا يفكر سوى في القتال. طالما أن مهمة الأمير الثاني ستنجح فلا يهمه لو مات مجموعة من الطلاب.
رفع أوليفر صوته مدافعا عن نفسه: أنا أطارد مجرما، هو من قام بتسميم المكان ونشر الفوضى في العالم السري. ساد الذعر بين الطلاب: ماذا؟ سم؟ هل يمكن أن نكون قد سممنا؟ هل لديك دليل يا مدير جورج؟ رد عليه: بالطبع لدي. ثم أخرج لفافة سحرية متوهجة وشرح قائلا: هذه لفافة سحرية صنعتها بنفسي، يمكنها كشف رائحة السم. إذا كان الشخص الذي سمم الجميع موجودا بيننا الآن فستكشف هذه اللفافة بالتأكيد. بدأت الزجاجة الكريستالية التي سقطت جانبا تتوهج. هل يعقل أن يكون سلان كوبر هو من نشر السم؟ مستحيل، لقد أنقذنا للتو. ربما استخدم عقارا محظورا لمصلحته الخاصة واستغل الفرصة لإنقاذنا ليحسن سمعته أمامنا. هل حقا يوجد شخص بهذا القدر من الوقاحة؟ كان جورج منشبيا بتحقيق هدفه. يا لكم من أغبياء ومغفلين، مصيركم في هذه الحياة ليس سوى أن تكونوا مجرد بيادق. وقف أمام سلان كوبر متظاهرا بالتسامح. هل لديك ما تقوله الآن؟ نظر إليه سلان كوبر باحتقار: لا تكن وقا جدا. لكن إذا كنت تظن أنني سأستسلم بسهولة فأنت تحلم. اندفع المدير جورج بغضب عارم ليخنق سلان كوبر: كيف يمكنه أن يكون بهذه السرعة؟ هل هذه هي قوة سياف حقي؟ تبا بعد أن أمسك به فقدت القدرة على استخدام أي قوة، بل ولم أعد أستطيع التحكم في المانع الخاصة بي. حتى تظاهر جورج بالحكمة وبدأ يلوح بقواعد المدرسة السخيفة لتهديده وفقا للمادة 367 من قانون المدرسة. أي طالب يهاجم معلما دون سبب يحق للمدرس قتله فورا. يا تلميذ كريس المفضل، تقبل عقابك الآن. وبينما كان يرفع سيفه ليجهز عليه أوقفت قوة غير مرئية جمدته في مكاني. كان مدير الأكاديمية قد وصل لتوه ليحذره. انتظر لحظة يا جورج، الوقت ليس مناسبا بعد. وعندما رأى المدير أخرج الزجاجة الكريستالية ليبرر موقفه: سيدي المدير، انظر بنفسك، هذه لفافة سحر أعطتني إياها وقد وجدتها بحوزة سلان كوبر. استخدم المدير مهارة فحص عالية المستوى للمراقبة. هذا سم ملكي ساري يستخدم لمواجهة سحرة دماء الشياطين. لقد تسبب كريس في الكثير من المشاكل لي بالفعل، لكنه لم يرد للأمور أن تنتهي بسرعة، فقال ببرود: أوه، هذا لا يثبت شيئا. لا يزال يتعين علينا أخذهما إلى السجن أولا ثم التحقيق ببطء. وبإشارة من يده تم تقييد كل من سلان كوبر وأوليفر. صار تنفس الصعداء: من الأفضل حبسهم جميعا أولا، وإلا فقد يصبح ذلك الفتى هدفا مستمرا لمن يريدون قتله. لم يكن جورج راضيا تماما، لكن المدير قاطعه: حسنا، سنعود للبحث في الأمر لاحقا، لا تدعوا الطلاب يسخرون منكم أكثر من ذلك. كان لدى الطلاب موضوع جديد يتحدثون عنه. إذن هل سلان كوبر هو فعلا ذلك الوحش الذي نشر السم؟ بالطبع لقد استخدم الأستاذ لفافة المدير السحرية للعثور عليه، لكن المعلم كريس قال لا، كما أن المدير لم يعاقب سلان كوبر. أعتقد أن سلان كوبر هو من فعلها. لا، بل أعتقد أن المعلم أوليفر هو من لفق له التهمة في العالم السري. لقد رأينا ذلك بأعيننا، إنه لا يهتم لحياتنا من الأساس. ننتقل إلى سجن الأكاديمية حيث كان كريس يضمد جراح سلان كوبر. هذا هو السم الملكي السري المصمم لمواجهة سحرة دماء الشياطين، وبناء على تحقيقاتها السم يأتي من الأمير الثاني سلان كوبادرو. استشاط سلان كوبر غضبا وقال: لن أسامح أبدا، سأقله. وقبل أن يكمل كلماته غادر المعلم المكان. ها أنت ساذج حقا، ابقى هنا وفكر في الأمر. الأعداء في هذا العالم لا ينتهون، أنت حقا أحمق. مهمة المعلم هي حماية أعضاء العائلة المالكة، لكنك تجرأت وقلت أمامه مباشرة أنك تريد قتل الأماري. كان أوليفر يجز على أسنانه من الألم بينما يواصل الاستماع إليه. لا أصدق أنك لا تزال تحاول حماية سيدك حتى الآن، فهو لا يكترث لحياتك على الإطلاق. انحنى أوليفر برأسه وقال: أن أضحي من أجل الأمير هو شرف لي حقا، أن أكون ظلا لعائلة كوبر هو أعظم أوسمتي، وسأظل مخلصا حتى الموت. بينما كان أوليفر يفرغ ما في قلبه سأله سان: لم تفكر يوما إن كان هذا يستحق؟ موهبتك واجتهادك لم يكون سوى وسيلة لتحقيق رغباتهم. أنت لست راضيا أليس كذلك؟ يتم معاملتك كأداة تضحية يمكن التخلص منها في أي لحظة. بدأ أوليفر وكأنه يوافقه الرأي، لكنه ظل صامتا يستمع. أليس لديك أي شيء آخر تهتم لأجره؟ ماذا عن عائلتك؟ إذا كنت مستعدا للاعتراف بكل ما حدث في عالم الأسرار للمدير أمبوس، أعدك بأن أساعدك على التحرر من سيطرة الأمير الثاني. وبمجرد سماع اسم الأمير الثاني اشتعل غضبا: أخرس أيها الحسالة، لا تحاول جعلي خائنا لسيدي، أنت مجرد خائن لعائلتك. هز سان كتفه وقال: حقا؟ سأرى كيف سيعاملك هذا السيد الذي تخلص له. في تلك اللحظة جاء صوت أحد الحراس من الخارج ليعلن: أوليفر، لقد رتب الأمير لك ولسا نزالا في حلبة الوحوش. هذه فرصتك الأخيرة. رمى له زجاجة غامضة. زجاجة كرمة الحياة الثمينة هذه ستمنحك المجد الأخير. بمجرد أن أمسك بها صار على أسنانه مصمما: سأنفذ أوامر الأمير حتى آخر نفس. صح الرجل من الخارج: جيد أنك تفهم، الأمير يقدر ولائك، ولكن بعد استخدام كرمة الحياة. ستموتا بالتأكيد، فما نفع المجد الذي يأتي مع الموت؟ نظر أوليفر إلى كل ما فعله من أجل العائلة المالكة. لقد كرس حياته كلها ليصبح مجرد تضحية لهم. ثم خطرت بباله كلمات سان: هل المجد مهم إلى هذا الحد؟
صر، هل يستحق أن ترمي حياتك لأجله؟ حان الوقت في حلبة وحوش الإمبراطورية. أعلن الحكم البداية. حس تعدو. تعالت هتافات الجمهور بحماس. شرح الحكم القوانين. نزال الليلة يتبع أقدم القواعد. سيقاء المحاربان تحت هجمات الوحوش الضارية. صر، سواء كان ذلك بقتل خصمك أو التعاون للقضاء على الوحوش. آخر محارب صامد هو من سيحصل على التشجيع والمكافأة من سمو الأمير الثاني. استيقاظ الوحوش وبدء القتال في الأسفل. بادر أوليفر بالهجوم أولا. لقد كشفت أسلوبك في سيف دم الشيطان، فما دمت أستخدم نطاقا هجوميا واسعا ستصبح خدعة تحولك إلى دماء عديمة الفائدة. لكن أوليفر تعرض لضربة أطارت به بعيدا مما جعله مذهولا. كيف يعقل هذا؟ ضحك سان بخبث. هل تعرف مدى قوة سياف من الفئة إس يتدرب منذ سن الرابعة؟ صار اندفع سان نحو الوحش وهاجمه. فكر سان في نفسه، بما أن جسدي قد تعافى سأجرب مهارات السيف التي ورثتها عن كريس. سيف الصمت المحطم. صرخ بحماس. لقد استعدت كامل قوتي، أنت لست ندا لي. في الخارج تساءل الأمير الثاني لماذا لم يستخدم أوليفر الزجاجة بعد. ثم أمر الخدم اذهبوا وأحضروا جراي فورا. جراي ود أوليفر وطباخة الأمرير كانت تقف مرتجفة بجانبه. ارتبك أوليفر عندما رأى ذلك. أمي، ماذا سيفعل بها الأمير إذا فشلت؟ بعد تردد طويل تجرع الزجاجة. لا يمكنني الفشل. مفعول الدواء ظهر فورا. شعر وكأن قوة جديدة تدفق في جسده. اندفع بجنون نحو سان. من أجل أمي أرجوك مت يا سان. عندما تلاقى عينهما قدم أوليفر عرضا. أرجوك ساعدني. أنقذ أمي من الأمير الثاني وفي المقابل سأساعدك في التعامل مع كرمة الجحيم. ذهل سان. ماذا تقول؟ قبل أن يجيب قفز أوليفر بعيدا. فقط إذا مت أنا يمكن لأمي أن تنجو الليلة. كان سان لا يزال يقاتل الوحوش بينما صرخ أوليفر بحده. توسلت إليك سيف إعصار الله بالقاتل. مت. بعد لحظات من الصدمة صرخات جراي. ودت أوليفر. أوليفر يا بني، أين أنت يا بني؟ سخر الأمير الثاني. صار الفاشل يبقى فاشلا، لا يستطيع إنجاز أبسط الأمور. كان أوليفر مخترقا بمجسات الوحش وهو يهمس. آمل أن يطفئ موتي غضب الأمرير، وآمل أن يرى سن موتي كاعتذار وينقذ أمي. اخترق ضوء جوهر كرمة الجحيم قلب أوليفر مما جعله يخطئ. سن أرجوك أنقذ أمي. سألوا سن هل هذا هو السبب الذي جعلك تعمل لصالحي؟ كان سن يبدو مستمتعا وقال إن مت فلن أساعدك في إنقاذ أحد. اخترق سيف جسد أوليفر مع تذكيره. اعتني بعائلتك بنفسك وعد لي ما الدين به لي وانت على قيد الحياة. تحكم في دماء اللحم المتجدد. مات أوليفر تحت نصل سيف سان. تنفس سان الصعداء. دماء كرمة الجحيم يمكنها التخلص من الآثار الجانبية لزجاجة كرمة الحياة. عليك أن تستريح وتتعافى أولا، ثم انتظر حتى يأتي المعلم كريس لإنقاذك. كان الأمير الثاني يجلس على عرشه ويظهر الأسف. لم أتوقع أن يكون هذا السحر قويا إلى هذا الحد ليتمكن من هزيمة وحش الكارثة وسياف من المستوى شبه المقدس في آن واحد. ابتسم ساندرو بخبث. بصفتك المنتصر في الحلبة. يمكنك طلب مكافأة مني. ماذا تريد؟ كنوزا أم تتوسل لكي أغفر خطاياك؟ أشار سان نحو جراي. أريدها هي. سأل الأمر امرأة عجوز خادمة. ما الذي يعجبك فيها؟ أوه، هل تريد الانتقام من أوليفر وإيذاء عائلته؟ كانت تمسك بشعرها وهي ترتجف من الخوف. استمتع ساندرو. لم أخطئ في تقديرك أبدا يا سان. أنت حقا عدو ولدت لتمارس السحر. نظر إلى سان وقال بنبرة واثقة. الطمع، التعطش للدماء والرغبة في القتل مغروسة في عظامك. كن تابعا لي وتصبح السيف الحاد الجديد في يدي. لم يتأثر سان بهذه الكلمات الفارغة وقال ببرود سمو الأمير، هل تتغير معاملتك لمرؤوسيك بهذه السهولة دائما؟ أوليفر كان تحت سيطرتك وبعد وفاته فقدت عائلته سندها فورا. نهض الأمير وهو يتصنع الحزن. أنا آسف جدا لموت أوليفر. لم يظهر اثني خوف بل تحداه. وماذا لو لم أرغب في اتباعك يا سمو الأمير؟ هدد القزم بوقاحة غير آبهم بسالان كوبر الذي يكره الجميع ولا يحميه إلا ذو السلطة العليا. فقال له كن سيف الخاص وإلا اطم الأكاديمية بتم تدبير تلك الحادثة في المنطقة المحظورة. اندفع التابع الذي خلفه مهددا إن كنت لا تزال ترفض كرم سمو الأمير فذق طعم السيف أيها الخائن. لكن سالان كوبر تحرك بخفة وتفادي الهجوم بينما انهال عليه الأتباع من كل جانب محاولين حماية الأمير. فجأة ظهر أوليفر وسط الحشود وعندما رآه والده راي حيا انفجر باكيا. بني، هل أنت على قيد الحياة حقا؟ صرخ ساندرو غاضبا. ألم تمت بعد؟ أيها الخائن الضعيف، ألم يكن حريا بك أن تذهب إلى الجحيم؟ استل سالان كوبر سيفية وواجه أتباع ساندرو الضعفاء بمفرده صارخا بل الجحيم هو مكانك أنت. وبحركة خاطفة وضع السيف على عنق ساندرو الذي تراجع مذهولا ليقول له سالان كوبر بازدراء سلطتك الآن لا تساوي شيئا. التفت الأمير الثاني يستغيث بكريس. كريس، هكذا يتصرف قائد الحرس الملكي. لماذا لا تعدم هذا القاتل الذي تخلص من أحد أفراد العائلة المالكة؟ هل تريد أن تصبح خائنا مثله؟ لم يجب كريس بل استدار فورا وقتل التابع الذي بجانبه كرسلان كوبرة تحذير ثم مسح سيفه بهدوء وقال الولاء المطلق للملك فقط. أخرج كريس 3 قوارير من دواء غامض موضحا. هذه 3 قارورات من سموم ملكية سرية وجدت في الغابات البعيدة وبحوزة أوليفر وبصفة قائد الحرس من واجبي كشف الحقيقة.
حتى تنفس سالان كوبر الصعداء. لحسن حظي أنني أنقذت أنجلا في الوقت المناسب، وإلا كنت سأقع تحت سيطرة ساندرو كما حدث لأوليفر. في تلك الأثناء بدا ساندرو قلقا وهو يفكر لو استمر في التحقيق ستنكشف الحقائق وقد يمنعني والي إد الملك من الخروج. حفل استقبال الطلاب الجدد سيبدأ قريبا، وأخشى أن يدخل أخي الأكبر ويعطل خط الكبرى. غير ساندرو ملامحه وكتف يديه ناظرا إلى القوارير. هذه القوارير أعطيتها لمورانسوات سابقا، أما كيف وصلت ليد أوليفر فلا علم لي بذلك. صار تساءل كريس سمويك، هل تطمن تلقاء أنفسهما ولا علاقة لك بالأمر؟ كشف ساندرو عن وجه الحقيقي بالضبط. سألقن مورانسوات درسا قاسيا، وسأقدم لك ولكريس سيف الاستقامة تفسيرا وافيا. أحضر مورانسوات إلى هنا. كان سالان كوبر قد كشف لعبته، فمن الواضح أن هذا الأمير هو المحرك الأساسي لكل شيء مستغلا نفوذه وأتباعه. إذا أزيت علنا فسيقع كريس في ورطة، لذا يجب أن نقتل مورانسوات أولا ونكسر يد الأمير. اقتحم مورانسوات المكان لاهسا. هل طلبتني يا اسم الأمير؟ فجأة انطلق وحش مسحور على هيئة ثعبان نحوه. مت. لكن في لمح البصر ظهر أرين كوبر واضعا درعا قائلا بصوت منخفض: ظننت من هذا الذي يجرؤ على الهجوم وقتل النبلاء في العلن، فإذا بي أنت أيها الحسالة. بموجب قانون الإمبراطورية مورانسوات هو بارون، وحتى لو قتل سالان كوبر حقا فكل ما سيتطلبه الأمر هو اعتذار لعائلة كوبر وبعض الذهب كتعويض. أشار مورانسوات نحو سالان كوبر باحتقار: لكن سالان كوبر لا يزال حيا، فبصفتك بارونا ألم يخالف مورانسوات قوانين العائلة المالكة؟ سمو الأمير ساندرو هو وصمة عار لعائلتنا، لأنه سمح لهؤلاء الأوغاد بمواجهتكم. أرجو أن تقبلوا اعتذار عائلة كوبر. فقط ضعوا كلبكم سالان كوبر في قفص وأمنعوه من عض الناس، ولا تقلقوا بشأن الأمير ساندرو. بعد أن أظهر مورانسوات احترام الزائف للأمير، اتفت يسخر من سالان كوبا: لم نلتقي منذ فترة، أليس كذلك؟ أيها الهجين، هل أنت مستعد لتحبس في قفصي مجددا؟ وضع كريس يده على كتف سالان كوبر وقال: لقد فاجأتني بردة فعلك اليوم. ذلك الجاهل من عائلة كوبر شتمك أمام الجميع. حتى أنا لم أستطع الاحتمال. كيف استطعت التماسك دون غضب؟ تنهد سالان كوبا: الغضب لا ينفع بشيء. لقد تعاملت معه أكثر من مرة، لكن لدي عهد: ما دمت حيا فالمصاب الوحيد سيكون هو ظل عائلة كوبر. صار لن تدع عائلة كوبر مورانسوات يواجه الموت بمفرده، وأظن أن رب الأسرة وزوجته في طريقهما إلى هنا. ففي النهاية الأمير الثاني يراقب حفل الطلاب الجد لجمع الموالين، ومن المؤكد أنه دعا العائلات السبعة الكبرى. انهالت عائلة كوبر بالاتهامات ورفعوا سيوفهم للقتل. أنت شرير تنشر السموم وتثير الفوضى باسم النور، سنعاقبك. لا يمكننا ترك السيد كريس مخدوعا، سأمزق قناع نفاقك. نظر سالان كوبر إليهم باحتقار: لا تصرخوا كثيرا، لأن الكلب الذي لا ينبح هو الذي يعض بقوة، وفي حفل الطلاب الجدد يوجد الكثير من ذوي المواهب التي تفوقكم بمراحل. أنا أنتظر الفوز في البطولة، فلا وقت لدي لأضيعه مع أمثالكم. وبحركة واحدة وبضع كلمات طار أفراد عائلة كوبر في الهواء. هاتف كريس بإعجاب: ها رأى يبدو أن ضغط حقا. وبعد أن انتهى الأمر جلسا تحت ظل شجرة وأخبره كريس بما أعده له: لقد رتبت لك لقاء مع نامبس، إنه مهتم بك أكثر من اهتمامه بسيف شيطان الدم الأصلي، وربما يعلمك بعض الحركات الجديدة. في ساحة تدريب الأكاديمية الإمبراطورية كان العميد ينتظره. بمجرد رؤيته قال: سالان كوبر تعال واهجم علي بأقوى حركاتك. مترددا قال: يا عميد هذا لا يبدو فكرة جيدة. لكن العميد أطلق قوته وقال: ها يا لك من شاب خلوق يحترم كبار السن. إذا سأبدأ أنا. تفاجأ سالان كوبر سحر استدعاء بدون تعويذة. تحرك بسرعة لصد ضربة العميد قبل أن يتعرض للإحراج. لحسن الحظ أنني استخدمت سحر الدم لصد هذه القوة التي لا تقل عن قوة سيف كامل الإمكانات. أنبس يدرب وحوشا من الفئة إس، وقد أحضر العميد وحشا ليقاتله. أنا الآن عجوز، لست ببراعة العصر الذهبي، لكن رغم كل شيء ما زلت قادرا على التعامل مع سيد السيف الذهبي. لذا أخرج كل ما لديك. رد سالان كوبر: إذن السمع والطاعة، أرجو أن ترشدني يا عميد. دمج سالان كوبر خفة حركته مع تأني رقصة الدم والرياح، وأحاط الوحش بحلقة من النار. قال العميد: مجال هجومك واسع جدا، لكنه يفتقر للتركيز. لو ركزت القوة في نقطة واحدة لكان أفضل. وبينما كان سالان كوبر يبحث عن نقطة الضعف لينهي الأمر بلهاب الدم، كان العميد يثرثر: هل تحرق طاقتك الحيوية لزيادة الضرر؟ ضربة الثعبان الهائج يا لها من فوضى. ستنقلب عليك دمية شيطان الدم وتلتهمك. هل هذا حرق للطاقة الحيوية لزيادة الضرر؟ قطع الأفعى المجنونة يا لها من فوضى. ستستغل دمية سحر الدم هذه الفرصة لتبتلع سيدها. اندمجت هالة المدير فجأة في بحر النيران الذي خلقه سالان كوبر، وبدأ الأمر وكأنه جنون يحرضه. رائع، أقتل الجميع. المدير يساعد من الخارج، وسحر الدم يمتص اللحم والدم والطاقة الحيوية المحترقة لسالان كوبر ليعزز قدرة سحر الدم تلك. علاوة على ذلك سالان كوبر يستخدم قصرا فنسيف سحر الدم رفيع
مما يجعل دماء جسده تستنزف دون توقف، وهذا هو سبب تعرضه للارتداد من دمية سحر الدم. اكتفى المدير بالوقوف جانبا لمشاهدة قتالهما، فالتفتت إليه الدمية مهددة: أيها العجوز، حررني سأقتكم جميعا، سأبيدكم. صار رفع المدير يده مشيرا بالصمت بسخرية: ما زلت تملك وعيا؟ لماذا هذه النبرة تشبه تماما نبرة براد كوبر في ذلك الوقت؟ كان كريس قلقا على وضعه فالتدخل: أيها المدير، لا يمكننا الاستمرار هكذا، سالان كوبر لن يتحمل أكثر. كان الوحش يزأر بينما لا تزال رقبته مقيدة بسلسلة ولوح العجوز بيده. لا تخف، أنا هنا معه، لحماية سان يجب أن نحبسه مؤقتا، هكذا قال مدير الأكاديمية وهو غارق في تفكيره. سان كوبر، في الماضي عندما كنت تستخدم قوتك للسيطرة على وحش هيمو لم تكن تستطيع استخدام سحر الدم. صرخ سام بغضب وأحباط: مغى الطلاب الجدد على وشك البدء ولا يمكنني استخدام أقوى مهاراتي. عرف كريس إنسان يتمتع بقدرات ممتازة فاقترح عليه حلا: لهذا السبب أليس من الضروري أن تتقنها في أسرع وقت؟ جوهر سحر الدم هو التحكم في الدماء، من الآن فصاعدا سأقوم بتدريبك تدريبا خاصا. أومأ المدير العجوز مؤيدا وأضاف: أنت بالفعل مدمن على فن سيف الدم، وإذا لم تسيطر على هذه القوة ستكون كارثة. الوحش الذي كان يراقب سان شعر باهتزاز ثقته بكلمات المدير فحاول استدراجه. الجيش الذي قاده كوبر الأول والثاني كان لا يقهر، لكنهم جميعا لقوا تفهم في ليلة واحدة فقط. هل تشعر بالفضول لمعرفة السبب؟ فكر سان في الأمر وتذكر أنه قرأ عن ذلك في مكان ما. فجأة أدرك الحقيقة: هل من الممكن أن السبب هو فقدان السيطرة على فن سيف الدم؟ لا عجب أن تاريخ الإمبراطورية لم يسجل شيئا عن هذا الجزء. استدار المدير وأعطاه نصيحة مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأصدقاء الذين يهتمون لأمره داخل الأكاديمية، فقط عندما تتقن فن سيف الدم تماما ستمكن من منعه من الانجرار إلى هذه المخاطر. زال جزء من قلق كريس وبدأ يشعر ببعض الراحة. فهمت الأمر أيها المدير، شكرا لك. هي كوبر يا سان، لم يتبقى الكثير من الوقت. يجب أن نبدأ التدريب الخاص على سحر الدم. نظر كريس إلى الخارج بتفكير: فمثل هذا التدريب السري من الأفضل أن يبقى طيل كتمان قدر الإمكان. نظر المدير نحو الباب فطار غراب أسود فجأة. في تلك الأثناء كان ساني يخلع ملابسه كاشفا عن جسد رياضي بعضلات بطن بارزة، مشهد جعل أي شخص يراه يشعر بالخجل. يا له من منظر مذهل. استند كريس إلى جذع الشجرة وابتسم بسخرية: الغابة كبيرة وكل أنواع الطيور فيها، أليس كذلك؟ أكاديمية الإمبراطورية ستصبح صاخبة قريبا. في سماء الليل كان طائر يحلق في دوائر قبل أن يهبط بسرعة نحو الأرض. كانت تلك لونا فورستر، الفتاة العبقرية من مستوى اس من عائلة فورستر. فتاة جميلة وذكية للغاية. هبط برقة رغم أن المكان كان مجرد واد للأعشاب الطبية. ظهرت ملامح الغضب على وجهها. ذلك العجوز الثمل فعلها عمدا بالتأكيد. يا له من أمر مزعج. كان الأمير الثاني يركز باستمرار على عدم السماح لسان باستخدام فن سيف الدم. هذا يعني حرفيا أن أقطع ذراعي بنفسي. بهذه الطريقة سأتمكن بالتأكيد من هزيمته في مهرجان الطلاب الجدد هذا. رن صوت المذيع في جميع أنحاء المدرجات الواسعة: مجدنا الطلاب الجدد الثانوي لأكاديمية الإمبراطورية سيقام كما هو مخطط له. إنه حدث فخم ونادر في مدينة إستي جولدون. لم يعد هناك مقعد واحد فارغ، والجمهور لم يكتفي برؤية الأسلان كوبريب الفريدة للطلاب الجدد فحسب. كان موران سوات يقف في مكان المذيع ممسكا بالميكروفون ويهتف، ويمكنهم أيضا رؤية كبار الدوقات وزعماء العائلات. جلس الحكام النبلاء معا في أعلى المدرجات. رحب موران سوات بحماس بالأمير الثاني وممثلي عائلات الدوقات الموقرين، بالإضافة إلى نخبة طلابنا في أكاديمية الإمبراطورية. اليوم نجتمع لنشهد مهارات وإمكانات الطلاب الجدد. أشار بيده نحو ساندرو وتابع. هذا الحدث الكبير يقام تحت الإشراف المباشر للأمير الثاني ساندرو، والفائز لن يحصل فقط على توجيه خاص في أكاديمية الإمبراطورية، بل سيكافئها الأمير الثاني أيضا، وهذه المكافأة هي تحقيق أمنية واحدة للفائز. كان سان يختبئ بين الحشود، يلمس ذقنه وينظر إلى ساندرو في المدرجات البعيدة، يفكر: ألا يبدو الأمير الثاني هادئا بشكل مريب؟ هذه الأمنية جاءت في توقيت مثالي. إذا فزت في هذا النزال فقد تنهار عائلة كوبر بشكل أسرع. مباشرة بعد ذلك بدأ موران سوات في شرح القوانين. ستنقسم مسابقة المهرجان إلى جولات تصفيات ومنافسات جماعية. سيشارك 8 طلاب مؤهلين في التصفيات، حيث سيخوضون نزالات فردية 1 ضد 1 على الحلبة حتى يتم تحديد الفائز. الجولات التمهيدية تتبع القواعد ديما. ال8 الأوائل سيقطعون رأس وحش هيدرا لاجتياز التصفيات، ثم يتنافسون في الساحة. الأفعى الضخمة ذات الرؤوس المتعددة هي الوحش الخالد هيدرا. بمجرد سماع نداء المذيع بدأت المعركة، واندفع جميع المشاركين بحماس نحو الوحش. بعد دقيقة واحدة فقط اخترقت موجة سحرية أرجوانية الرأس الأول للهيدرا، لكنه لم ينفصل تماما، مما جعل موران سوات يصرخ من الذهول. وبسرعة كبيرة تم قطع الرأس الأول للهيدرا. يبدو أن هذا ليس سحرا نراه عادة في الأكاديمية. من هذا الشخص كان الأمر كذلك بالفعل، فقد أطاح بسهولة بالرأس الأول للهيدرا. كانت فتاة برية.
تلك النبضة السحرية انطلقت من القوس الذي تحمله. كان سان يراقب من زاوية ويقيم الموقف في صمت. في مثل هذا العمر الصغير تستطيع إتقان السهام السحرية والتحول إلى غراب في آن واحد. الموهبة بالتأكيد في مستوى اس. هل هي من القادمين الجدد لعائلة فورستر؟ موهوبة حقا. همس لنفسه: مغارة الطلاب الجدد هذا مليء حقا بالمفاجآت. الفتاة البرية التي كانت هنا قبل قليل تحولت لونا فورستر فورا إلى غراب، وانطلقت كالبرج نحو رأس الهيدرا الذي سقط للتو. لكن في هذه اللحظة تم إلقاء فأس ضخم مربوط بسلسلة حديدية فجأة قبل أن تقترب الفتاة الغراب من رأس الهيدرا. كان الفأس أسرع منها بخطوة وغرس بعمق في الرأس، مما جعل لونا فورستر تصاب بالذهول وتفكر. من هذا الجريء الذي يجرؤ على سرقة غنيمة عائلة فورستر. ضحك ذلك الشاب الجريء بسعادة. ها شكرا لك يا أختي الصغيرة الغراب على هذا. تم سحب السلسلة الحديدية. شاب ذو شعر أشقر وهو صاحب الفأس ثورادن التقط رأس الهيدرا وهتف. اشتعلت لونا فورستر الغضب وهي في هيئة الغراب. صار ورفرف بأجنحتها بقوة مطلقة سهاما من طاقة الرياح الحادة نحو الشاب. بينما كان الوضع متوترا للغاية كان سان يختبئ في الزاوية ويعلق بهدوء. هذا مثير للاهتمام. خلينا نشوف مين الأقوى، قبيلة فوريست ملوك الغابات ولا قبيلة داك ملوك العواصف. ومع ذلك قدام سيل من السهام السحرية اللي نازلة زي المطر، ثورادن فضل واقف مكانه حاضن رأس الهيدرا بقوة ومن غير ما يتحرك خطوة واحدة. وبكل استحقار قال: حركات بهلوانية فاضية، هجمات ضعيفة زي دي فاكرين انها تكسر دفاعاتي. قام شادد حيلة وشال رأس الهيدرا وجري وما نسيش يستفزهم. خلي بالكم لتغصوا فيها. الموقف ده خلى سلان كوبر يتفاجئ في ثرى. فعلا قبيلة دراك معروفين بدفاعاتهم اللي تقرف من كتر قوتها. في اللحظة دي سمعوا صوت تنبيه. المتسابق الأول ثورادن حصل على أهلية دخول الحلبة. الإعلان ده خلى الباقيين مصدومين. يا نهار أبيض، لحق يخلص بالسرعة دي. العيل ده شكله أخطر بكتير من 2 ذو ال5 رؤوس اللي واجه في المنطقة المحظورة قبل كده. لحسن الحظ إن فيه قيود بضعف الوحش، وإلا كان التعامل معاه هيبقى جحيم. وفجأة فأس ضخمة مليانة طاقة خضراء غامقة اترمت لفوق. خلت رأس الهيدرا يتخض وسمعوا صوت مغرور بيقول ده مجرد حركات غدر. شوفوا بقى أنا هعمل إيه. طاقة خضراء فجرت المكان حوالين ست شعرها أحمر ناري. غلورية لفت المنجل بتاعها بخفة وقطعت رأس من رؤوس الهيدرا. وقالت بكل ثقة: إياكم تخلوا همج الشمال يقللوا من شأن جنود إمبراطوريتنا. الموقف ده خلى سلان كوبر ينبهر. فعلا هي من عيلة تياك اللي كانوا معروفين إنهم دراع الملك اليمين في الحياة اللي فاتت. كلام حمز ويليام اللي اندفع للأمام وهو بيصرخ: اهجموا، ده ملعب أكاديميتنا، أكاديمية العاصمة الإمبراطورية. يلا يا رجاله كلكم هجوم. صوته كان عالي عشان ينبه الكل. الهيدرا اتجننت، استعدوا للدفاع فورا. واول ما الهيدرا قربت من اندريا وهي مش واخده بالها، صوت صرخ: اندريا انتبهي، ارجعي لورا بسرعه. كان صوت سلان كوبر. اخيرا سلان كوبر دخل المعركه ولحب سيفه بقوه وخرج ضربه سيف ناريه حمراء قضى بيها على راس الهيدرا اللي كانت ورا اندريا بكل سهوله. هي وقفت مذهوله وبسط للراس مقطوعه على الارض وغلت. يا سلان كوبر، انت مرعب، مجرد طاقه، سيف قدرت تقطع راس وحش. في الوقت ده سلان كوبر كان هادي وبيفكر في ثرى. قدرات الهيدرا متضاعفة لمستوى قليل جدا. الأكاديمية مش عايزة خسائر في التصفيات، صح؟ في اللحظة دي ويليام شال رأس هيدرا بفرحة وقالوا: سلان كوبر، أنا كمان قطعت رأس. سلان كوبر ابتسم، فكر وقال: كويس، ناقصني واحدة بس وكل أعضاء فريقي هيضمنوا التأهل. سلان كوبر بص على رأس الهيدرا اللي متثبتة بالسلاسل والتعاويذ على الأرض، ورأس تانية سليمة والباقي مقطوع، وقعد يفرك دقنه ويفكر. نادر جدا تلاقي هيدرا قوتها متكتفة للمستوى ده. سلان كوبر ما كانش عايز بس يتأهل، كان عايز حاجة تانية. وما ضيعش وقت، اندفع زي الريح ناحية الوحش وهو بيزعق: اندريا، غلوريا، ويليام، اطلعوا انتوا بره، انا عايز اتسلى مع الوحش ده شوية. هما ما اعترضوش بس قالوا بقلق: تمام، خلي بالك من نفسك. وبعد ما الكل خرج تقريبا، سلان كوبر بدأ العرض بتاعه. جسمه بيتحرك بمرونة بيتفادى الهجمات، وهو بيقرب من الهيدرا كان بيفكر: صحيح أنا مؤيدة بسحر الدم، بس لحسن الحظ قوتي الجسدية زادت وكفاية إني قصدي هجمات الهيدرا. في اللحظة دي الوحش فتح بقى وكونكرة سحرية بنفسجي عشان يهجم. وقبل ما يخلص ضربته سلان كوبر نط ومسك رأس الوحش وفكر في هجمة النار بتاعت هيدرا وقال: خليها لنفسك يا وحش. وبسرعة البرق لف رأس الهيدرا وخلى الكرة السحرية بتضرب في رأسها التانية. استغل سلان كوبر الفرصة ونزل على الأرض وعقله شغال بيحسبها. درع التجديد السريع بتاع الهيدرا اتكسر بهجماتها هي. ما ترددش لحظة واندفع ناحية الهيدرا، لأن سلان كوبر عارف إن لما ال8 رؤوس تتقطع طاقة، الرأس اللي في النص هتستهلك عشان تتجدد باقي الرؤوس فورا. استخدم سحر النار على سيفه وقطع الرأس الجانبية الأخيرة بسرعة. سلان كوبر كان متأكد إن الهيدرا بقت في أضعف حالاتها. مسك سيفه بإيدين الاتنين ورفعه وناوي يغرزه في الرأس اللي في النص.
بتاعت الهيدرا بناء على خطة محكمة في دماغه. هي دلوقتي لو ضربت السيف دي جت في الهيدرا هيقدر يستخدم سحر الدم اللي اتعلمه من كريس عشان يدمجه ويستولي على قدرة التجديد الخرافية بتاعت الهيدرا. بس أول ما سيف سالان كوبر النابض بالنار نزل فجأة عمود 100 ضخم طلع من البحيرة ومنع السيف انه يلمس الوحش، وفي لحظة ذهولة خصلات شعر اسود هجمت عليه وكتفت ايديه ورجاليه ومعاها صوت ضحك عالي. يا سلام كوبر لسه غبي زي ما انت. ارين كوبر كان بيتحكم في خصلات شعر اللي ماسكة رأس الهيدرا. حط ايديه في جيبه وبدأ يهينه بتكبر. انت يا مغرور عايز تتحدى اصعب رأس؟ ده مش بس هيخليك تعاني، ده كمان هيضيع منك فرصة التأهل الأخيرة. ايرين كوبر ابتسم بشر وقلب وقاحة. ايه رأيك تركع وتترجاني؟ ممكن وقتها اديك فرصة تتأهل. ورغم ان الشعر الاسود كان لافف جسمه كله، سالان كوبر ما خافش بل ابتسم بسخريه. تركعني وترجاك وشك ده يتباع بكام؟ ارين كوبر ما استغربش من رده، بالعكس ده سأله بمتعه. لو انت مش فارق معاك التأهل اصحابك دول كمان مش فارقين معاك. صار اصحابه ويليام وغلوريا واندريا اللي كانوا فاكرين انهم خرجوا بامان اتفاجئوا بخصلات شعر لساسانا المختبئه تحت المياه وهي بتكتفهم وبتعاصرهم وبترفعهم لفوق. سالان كوبر اتخض وبسرعه قطع الشعر اللي ماسكه وصرخ بغضب: ارين كوبر! صار في اللحظة دي السلاسل اللي على رقبة الرأس اللي في النص بتاعة الهيدرا اتكسرت فجأة، والهيدرا جددت نفسها وطلعت رؤوس كتير بأسنان حادة طلعت من المية ورا ظهره مباشرة. سالان كوبر وجه سيفه للقدام وقلبه صوت مليان غضب: انت بتدور على الموت صح؟ ساندرو كان قاعد حاطط رجل على رجل ومربع ايده بيتفرج على المعركة ومستمتع بالتعليق. يا عيني قيود الهيدرا اتكسرت. هو ابن الحرام ده كوبر بيدور على موته. انا شايف العاب قدامي يا ريت يموتوا اكتر عشان يبقى الموضوع ممتع اكتر. في وسط وحوش برؤوس كتيرة سالان كوبر اللي جاي يهاجم بغضب. ايرين كوبر فضل اخ مكانه بكل هدوء وقال: سالان كوبر النهارده هرجع لك كل الاهانات اللي سقيتها لي زمان وهنطم بدمك. وصرخ فجأة: ليسا سانا اطلعي. ليسا سانا اللي كانت مستخبية تحت المية بسرعة وكأنها تحررت من قيودها انطلقت خصلات الشعر السوداء الكثيفة للأعلى. قطعها سالان كوبر سلام برعة، لكن ايرين كوبر ايرين أعلن بزهو: ما حضرت معي هنا هو أشرس كلب حراسة لدى عائلة سانا. نظر سالان كوبر سلان إلى ليسا سانا ليسا وهي تتقدم محاطة بهالة من السحر الأسود وفكر بجدية: ليسا سانا ليسا تستخدم السحر الأسود لاستنزاف القوة وسحب الحيوية. القتال ضدها يعني استنزافا مستمرا لطاقتي، وبما أن ايرين كوبر ايرين أعاق الرأس الرئيسي للهيدرا حيدرا فلم يعد بالإمكان قطعه في الوقت المناسب، والآن تحررت الوحش تماما من القيود. لا أعرف ماذا كان يدور في ذهن سالان كوبر سان حين اندفع فجأة نحو أحد رؤوس الهيدرا حيدرا وغرس سيفه بقوة في منتصفه. جن جنون الهيدرا حدرة على الفور، وبدأت كل رؤوس تنف نارا أرجوانية بجنون تماما كما خططت. حسنا إذا كان الأمر كذلك فلتذوقوا عواقب أفعالكم ولتروا مدى قوة الهيدرا حيدرا. لكن ليسا سانا ليسا وقف بسرعة أمام ايرين كوبر ايرين ورفعت يديها لتبدأ في إلقاء تعويذتها. سخر ايرين كوبر ايرين وهو يبتسم بخبث: يا أحمى، هل تعتقد أن قص شعر ليسا سانا ليسا سيوقفها؟ بمجرد انتهائها من التعويذة طارت ليسا سانا ليسا في الهواء والطاير شعرها الطويل في كل مكان بدت وكأنها تحولت إلى حالة جديدة حيث غمر السحر الأسود المظلم ساحة القتال بالكامل. وبعد ذلك مباشرة هبطت ليسا سانا ليسا على الأرض واستدعت 4 كلاب صيد سوداء متوحشة جعلت سالان كوبر سن يندهش في داخله. إن ابتلاع نار الهيدرا حيدرا وتحويلها أمر مثير للإعجاب حقا، لكن للأسف قفز سالان كوبر سلان عاليا في الهواء ولحب سيفه مطلقا ضربة من لهب أجبرت كلاب الصيد على الهجوم نحو الهيدرا حيدرا. كان سالان كوبر سلان يخطط بحذر فإثارة غضب الهيدرا حيدرا واستغلال قوتها يعد تحديا مباشرا لها. الهيدرا حيدرا تحررت لتوها من القيود، لذا فإن فترة ذروة قوتها القتالية محدودة يجب أن أتخلص من ايرون كوبر ايرون بسرعة. وبمجرد أن نفكر في ذلك استغل هذه الفرصة الذهبية واندفع نحو ايرون كوبر ايرون مما أثار فزعه. في تلك اللحظة لاحظت ليسا سانا ليسا الأمر سريعا وأمرت كلاب صيد بالهجوم نحو ذلك الاتجاه وصاحت بصوت عالي: السيد شاب ايرين كوبر ايرين احذر. ومع ذلك لم يحتاج سالان كوبر سالان سوى لبضع ضربات سيف خفيفة لتمزيق كلاب الصيد إربا، ثم لوح بسيفة نحو ايرين كوبر ايرين باستهانة وهو يزمجر في نفسه: هل تعتقد أن بإمكانك منعي من قتله بمجرد استخدام هذه الأشياء التي لم تهضمها جيدا؟ لكن ايرين كوبر ايرين استخدم سحرة القديم المعروف بالضرر المتنقل، مما جعل ضربة سالان كوبر سالان القوية التي كانت موجهة إليه تخترق جسد ليسا سانا ليسا بدلا منه فاسقطت مغشيا عليها. وبذلك تحرر ويليام فصرخ على عجل: سالان كوبر هل تحتاج إلى مساعدة؟ كانت ليسا سانا ليسا تتشنج على الأرض وتصرخ فأجاب سالان كوبر سالان: لا داعي، أخرج من الساحة في أسرع وقت ممكن وخذها معك. رد ويليام بصوت عال مفهوم، ثم التقط ليسا سانا ليسا بسرعة تحت ذراعه وهرب بها. صار غير مبال بكونها تعض ذراعه بجنون لكنه لم يتمالك نفسه من التأوى، هذا مؤلم جدا. ثم توالت الإشعارات: المركز الثالث،
جلوريا ايزك تو جلوريا ايزاك ارتقت للمستوى التالي وتأهلت للساحة. المركز الرابع أندريا ارتقت للمستوى التالي وتأهلت للساحة. المركز الخامس الفارس المجهول ارتقى للمستوى التالي وتأهل للساحة. بمجرد الخروج من الساحة ثبت ويليام ليسا سناليسا التي كانت تحاول عض ذراعه بكل قوتها، وصرخ محذرا: اهدئي، ألا ترين أن سلان كوبر سلان يريد قتلك؟ وفي الوقت نفسه جاء الإشعار. المركز السادس ويليام ارتقى للمستوى التالي وتأهل للساحة. مسح ويليام على رأس ليسا سناليسا، أوضح لها بهدوء: لو بقيتي في الداخل فلن يتم كوبر سلان من تسوية حساباته مع أيرين كوبر. سأل ويليام فجأة: هل يستحق الأمر المخاطرة بحياتك من أجل حسالة مثله؟ جعلت هذه كلمات ليسا سناليسا تستفيق فجأة، واحمرت وجنتاها خجلا. في عينها الآن كان ويليام يبدو وسيما وهو يبتسم بصد، وكأن نورا ساطعا ينبعث منه، وأساها ويليام بلطف: عندما نكبر ونصبح أقوى سنتمكن من حماية أنفسنا بشكل أفضل. جلس بجانبها وكان سعيدا حقا لأجلها. هذا هو التأهي الذي حققته. آمل أن أحظى بفرصة في ساحة المعركة القادمة لأواجهك في نزال عادل لنقرر من الأقوى. وبعدها مباشرة جاء صوت الإشعار. المركز السابع ليسا سلان كوبرا ارتقت للمستوى التالي وتأهلت للساحة. وفي الوقت نفسه داخل الساحة كان أيرين كوبر يتهرب بصعوبة من هجمات الهيدرا ويشتم بجنون: تبا لك، هذا الكلب تجرأ على خيانة صاحبه. بينما كان سلان كوبر يتصدى لرؤوس الهيدرا ويسأل ببرود: لا أحد يحميك الآن أيرين كوبر. هل أنت مستعد للموت؟ كان أيرين كوبر لا يعرف الخوف حقا. رفع رأس الهيدرا الذي في يده بلمبلة وقال بصوت عال: تريد قتلي؟ يا للأسف لن تحصل على هذه الفرصة اليوم. سأكون آخر عضو يرتقي للمستوى التالي، وأنت لا تستحق سوى أن تكون طعاما للهيدرا. سماعا لذلك قطع سلان كوبر بضربة واحدة رؤوس الهيدرا الثانوية. قال سلان كوبر بهدوء: حقا لم أكن لأتمكن من قطع رؤوس الهيدرا بهذه السهولة لولا أنك ساعدتني في استنزاف جزء كبير من طاقتها. قفز سلان كوبر عاليا واستخدم كل قوته ليغرس سيفه في الرأس الرئيسي للهيدرا. وأضاف بسخرية: فقط هكذا يمكنني إتمام الطقوس الأخيرة. بينما الهيدرا في أضعف حالاتها. سقطت هيدرا على الأرض وتدفقت دماؤها في كل مكان، وفي تلك اللحظة ظهرت تعويذة حمراء تحت قدميه وبدأت تتوهج بشدة. وقف سلان كوبر في وسط التعويذة وكشف ببطء. قال كريس إن هناك طقوسا سحرية قديمة تتعلق بالدم، وهي دمج دمك مع دم الوحش لتكوين رنين سحري. ظهر إشعار النظام: لقد حصلت على قدرة المستوى اس التجديد الفائق، والتي تمكنك من إتمام العلاج بسرعة. فور إصابة جسدك وتجنب الآثار الجانبية للألم. رفع سلان كوبر قلب الوحش وأكمل الشرح: في هذه اللحظة يمكن للبشر تحقيق مزامنة عالية جدا مع الوحش، ليس فقط للتحكم في أفعاله بل لاكتساب مهاراته ومواهبه الخاصة أيضا. وبمجرد أن انتهى وقبل أن يدرك أيرين كوبر ما يحدث، قطعت ذراعه من جسده مما جعل وجهه يشحب. سقط على ركبتيه ممسكا بذراعه المقطوعة والصرخ بألم: كيف تجرؤ على قطع ذراعي مرة أخرى؟ وبمجرد أن سقطت الذراع على الأرض تحولت إلى ذراع عظمية. رد سلان كوبر ببرود: للأسف لن تحصل على فرصة لاستعادة ذراعك هذه المرة، لأنني حصلت على قدرة الهيدرا من المستوى التآكل، والتي يمكنها اتهام حيوية الهدف فورا. أشار بإصبعه نحو الأرض وسأل بلهجة حادة: بصفتك سيد الظل، ألم تجرب يوما شعور أن تكون ظلم بنفسك؟ عندما سمع أيرين كوبر ذلك اصطبغ وجهه بلون أرجواني من الزعر. كان غاضبا لدرجة أن عروقه كادت تنفجر. صرخ أيرين كوبر بجنون: هذا ما كنت أخطط له إذن. العجب أنك تمكن من النجاة حتى هذه اللحظة. أظننت أن انتقاما كهذا سيجدي نفعا. آلامي ستكون وقودا لعدد لا يحصى من الظلال التي ستفدي نفسها لأجلي. عند سماع هذه الكلمات المثيرة للسخرية أوضح له سلان كوبر ببرود: يبدو أنك لا تفهم جوهر الظل حقا. عندما يتلقى الظل الضرر نيابا عن سيده فإنه لا يمكنه نقل ذلك للجيل التالي من الظلال. وبفضل قدرة التجديد التي اكتسبتها من HRE فإن ضرباتك بهذا المستوى لا تؤذيني، بل إنني لا أشعر بأي ألم من الأساس. احتفظ بهذا الشعور لنفسك ودعني أذيق إياه بدلا مني. رفع سلان كوبر سيفة الحاد، وكانت كلماته السابقة قد زرعت الرعب الحقيقي في قلب أيرين كوبر. صرخ أيرين كوبر: توقف جيان، لقد جننت، أنت فاقد للصواب تماما. وبينما كانت شفرات سيف الحادة تغرز في جلده، لم يعد بإمكان أيرين كوبر التباهي بؤسا. جيان، أرجوك أرحمني، اقتلني إن أردت، لكن توسلت إليك إن حياتي بسرعة. متجاهلا توسيلات أيرين كوبر، رفع سلان كوبر رأس هيدرا ورحل وهو يلقي بكلمات مليئة بالحقد: لن أجعلك تموت بهذه السهولة. سأجبرك على العيش في جحيم لا ينتهي، في ألم لا يعلم مداه أحد ولا متى سيحل بك القادم منه. قال في سرة تماما كما كان حاله في حياته السابقة. وبينما كان سلان كوبر يرفع رأس هيدرا عاليا، انطلق صوت إعلان مدون في الأرجاء: المركز الثامن، سان كوبر يرتقي في التصنيف ويستحق دخول ساحة المعركة. نظر ثوردن من وسط المشاهدين إلى سلان كوبر وقال ترامتشو: يا له من رأس ضخم.
هذا هو الرأس الرئيسي للهيدرا، لم يسبق لأحد قطعه من قبل. هذا الشخص قوي بالفعل. ابتسم ثورادن بسخرية واضحة وبدأ يطلق تهديدات متبجحة. بيكونه أول من ارتقى من عائلة دان، فهو يمتلك قوة دفاعية وحشية وتقنيات سرية في ترويض التنانين ورثها عن أجداده. في تلك اللحظة كان سلان كوبر ينظر إلى ثورادن أيضا، تبادل النظرات وكأنهما يؤولان في نفس واحد. أتوأ بشدة لمواجهتك في القتال. وكما تمني صدح صوت المنظم، ستقام مباراة الإقصاء الفردية غدا، والمواجهة الأولى ستكون بين ثورادن وسان. تلمس سلان كوبر ذقنه وهو يتذكر قائمة المباريات المرتبة بالكامل، بما في ذلك مواجهته ضد ثورادن غدا، وأخذ يفكر بعمق. في أول مباراة أواجه خصما بقوة ثورادن، لقد أصبحت نوايا الأمير الثاني تجاهي واضحة وضوح الشمس. صار في الساحة يقفز نحوه ملوحا بفأس في كل يد. لكن سلان كوبر لم يشعر بالخوف، بل فكر في نفسه. جاء في الوقت المناسب. إذا أردت الفوز في النهاية سأضطر لمواجهتي عاجلا أم آجلا. هبط ثورادن بكل ثقل ملوحا بفأسي وصاح: أيها الصغير ذق طعم فأسي. لكن سلان كوبر تفاداه بخفة ليحطم الفأس أرضية الساحة في خط مستقيم. حل سلان كوبر موقف بسرعة. قوة ضربته هائلة وسرعته كبيرة، لا يمكنني صد ضرباته مباشرة. لم يتوقف ثورادن عند هذا الحد، بل اندفع كالإعصار يوجه ضربات متتالية بلا توقف. لكن سلان كوبر لم يكن خصما سهلا، فقد تحرك بمرونة متفاديا كل ضربة، ثم قفز مبتعدا ليخلق مسافة بينهما، مما أثار غضب ثورادن. ألا تجرؤ على مواجهتي وجها لوجه؟ تظل تقفز ذهابا وإيابا كأنك تعبان مائي. وفجأة داس سلان كوبر على فأس ثورادن. صار بفضل وزن سلان كوبر عجز ثورادن عن تحريك فأسه رغم كل محاولاته. في هذه الأثناء سحب سلان كوبر خاتم السحري ذو الضوء البنفسجي ورد عليه، ومن قال إنني لا أجرؤ على المواجهة المباشرة. عائلة درانك عرفت منذ الأزل بكونهم محاربين بحريين، والرجل الحقيقي لا يكتفي بالاختباء واستخدام الأسلحة بعيدة المدى، أليس كذلك؟ استفزت هذه الكلمات ثورادن الذي اشتعل غضبا، فقبض يده وانقض عليه صائحا: أعد ما قلته. لم يهرب سلان كوبر، بل أمسك قبضة ثورادن بيده مباشرة. كانت القوة كبيرة لدرجة أنها تسببت في انفجار التربة والصخور خلفهما. ابتسم سلان كوبر بهدوء وقال: الرجل الحقيقي الذي يمتلك القوة لا يفرغها في أمور تافهة. تلوى ثورادن من الألم وهو يصرخ: يا لها من حي الدنيا، أتحاول استفزازي ثم الهجوم؟ لن يحدث هذا. ألقى ثورادن فأس عاليا، فبدأ تدور في الهواء. وعندما عاد الفؤوس إلى يد ثورادن، بدأت طاقته السحرية الأرجوانية الداكنة تتلاطم كالأمواج، مما جعل سلان كوبر يحسب خطواته بدقة. لم أتوقع أن تكون قوة دفاعه بهذا الحجم، حتى تراكمات الجليد وتآكلتها لم تترك فيه أثرا. قفز ثورادن بكل قوته مجددا، بل وراحي تبجح: ألم تكن متكبرا قبل قليل؟ سأجعل الآن تدفع ثمن كل كلمة تفوهت بها. أجاب سلان كوبر بهدوء: أهذا حقا ما تظنه؟ إذا سألعب معك حتى النهاية. وبينما كان ثورادن يصرخ مت ويهوي بالفأس بالقرب من وجهه، ابتسم سلان كوبر وهتف سحر الدم التجميد المطلق. ورغم انه كان على بعد ملايمتر واحد، تجمد جسد ثورادن وفأسه في منتصف الهواء. صرخ ثورادن بذعر: اللعنة ماذا فعلت؟ وتحت نصل الفأس ابتسم سلان كوبر بسعادة ساخرا منه. الحرب خدعة يا صغير. عندما تكون روح القتال في أول يجب أن تحافظ على عقلك، وإلا سأجد أنا كأنفذ ماكر كل فرصة لربط سحري بدمك. قال ذلك ولوح بسيف قاطعا مسلا كبر السحر ليطيح بأسلحة ثورادن بعيدا، وقال بصوت عال: استسلم الآن بهدوء. صار مع الفؤوس طار صاحبها ثورادن أيضا وسقط على وجهه. لكن في تلك اللحظة صرخ على عجل، وفجأة ظهرت خيوط سحرية رمادية بيضاء في السماء. خرج 2 أبيض ضخم بسرعة من دائرة الاستدعاء. صار إنه 2 النظام، الوحش من الفئة أفيسا الذي يستخدم عنصري الرياح والثلج. في الوقت نفسه حل سلان كوبر الأمر. فيسا المشهور بالسرعة والقدرة على التجميد لا يتناسب حقا مع ثورادن، شخصياتهما متناقضة. أطلق فيسا شعاعا جليديا، واستغل ثورادن الفرصة ليمطي ظهره. وقال بغطرسة: لقد أجبرتني على استدعاء فيسا، لكن للأسف حظك سلان كوبرتي هنا. عند رؤية ذلك عقد كريس حاجبيه قائلا: قواعد الأكاديمية تمنع استدعاء الوحوش للساحة، هذا ليس عادلا لسان. صار سمع مورنسوات ذلك فأطل برأسه ليدافع: القواعد هي القواعد، لكن ثورادن بصفته فارس تنانين لديه حق الاستثناء. إذا لم يعجبك الأمر فليستدعي سن هو الآخر. أما سانارو فقد كان راضيا جدا، وبدأ يصفق بصمت لهذا التبرير الملتوي. عاد ثورادين إلى الحلبة، وبينما كان يتحكم في 2 وفاء ليطلق عمودا من طاقة الجليد، صرخ بغطرسة: أرني الآن كيف ستتمكن من الهرب. أحاطت أعمدة الجليد الضخمة بسلان كوبر من كل جانب. كان القلق باديا على وجهه. حاول التماسك وفكر في أن استمراره في استنزاف طاقته بهذه الطريقة سيضعه في موقف صعب، لذا يجب عليه إيجاد فرصة للهجوم من مسافة قريبة. في تلك اللحظة رفع ثورادين فأسه عاليا وعينات المعان، وأعلن بصلف: اليوم سأري أقوى هجوم لفارس تنين. كان ساندرو يجلس على كرسي الصدارة مشيدا: ثورادين حقا هو أكثر فرسان التنانين موهبة في عائلة ديلان، أليس كذلك؟
سلان كوبر والد تورادين لإخراج رأسه متملقا ومادحا ابنه. شكرا لك يا سمو الأمير الثاني على كلماتك اللطيفة. تورادين هو حقا فخري الأكبر، إنه الوحيد في عائلة ديلان منذ 100 عام الذي استطاع عقد ميثاق مع عرق التنانين مستغلا فيشا ليتصل بالسماء والأرض ويستمد قوة الرعد. أطلق فيشا عمودا من طاقة الجليد مصحوبا بشرارات كهربائية ضربت أرضية الحلبة مباشرة وجعلتها التشقق. والتورادين قال بفخر إنه سيقود عائلة ديلان وعرق التنانين نحو مستقبل مشرق للغاية. تورادين قال بصلف: الموت تحت ضربة رعدية قوية كهذه هو شرف عظيم لك. ومع ذلك وعلى عكس ما كان يتخيله، لم يمت سلان كوبر، بل ظهر 2 شيطاني أسود ملتف حول ليحميه. هذه مهارة من الفئة اس للمناعة السحرية، يمكنها امتصاص وتحييد جميع السحر الطبيعي مثل الجليد، النار والرعد. قال سلام كوبر ببرود: لا تكن واثقا جدا. بينما كان الجمهور يتهامس بحماس: كيف الظهر 2 آخر؟ هل يعقل أن يكون سلام كوبر أيضا فارس تنانين؟ صدم والد تورادين وتورادين نفسه وهتفوا: هذا 2 شيطاني، هل هو حقا 2 الشيطاني الذي أنقرض في الأساطير؟ وضع سلام كوبر يده على خصره مبتسما وفكر في نفسه: فقط الكوارث الطبيعية يمكنها مساعدة التنين الشيطاني على تطوير قدراته. في حياته السابقة حصل ايرين كوبر على التنين الشيطاني لكنه لم يستطع تطويره. التنين الشيطاني تطور إلى رعد النار، وهو نوع نادر من الفئة اس يمكنه استخدام عناصر الرياح، الرعد والنار في آن واحد. وبما أنه اكتسب عنصر الرعد اليوم بالصدفة، فإن إمكانات تطوره المستقبلية ستكون هائلة. أمر سلان كوبر: تنينة، أرني قوتك الجديدة. فأطلق التنين الشيطاني بسرعة تدفقا من طاقة الجليد والرعد التي انطلقت مباشرا نحو تورادين، مما جعله يسقط أرضا ويصرخ: مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا. داس التنين الشيطاني بقوة على الأرض، وظهر سلان كوبر فجأة أمام تورادين. التنين الشيطاني يمتلك مهارة الفئة اس للهجوم الرعدي، حيث يمكنه استخدام قوة الرعد للانتقال الآني لمسافات قصيرة. قال سلان كوبر تورادين: لقد خسرت هذا النزال. لوح سلان كوبر بسيفة وفتح التنين فمه ليشكل كرة سحرية، وأكى بصوت عال: لا يمكن أن يكون هناك غيري. تم رد التيار الكهربائي بالكامل إلى تورادين مما أدى لاحتراقه وتفحمه. قال سلان كوبر بهدوء: يمكن للحكم الآن إعلان النتيجة. امتطى سلان كوبر تنينة ونظر إلى الجمهور الهتاف وتساءل بفرح في قلبه: هل هذا هو شعور الوقوف تحت أشعة الشمس؟ هل هذا مجد لا يستحق الظل أبدا؟ في تلك اللحظة قفز والد تورادين فجأة من المدرجات إلى الحلبة، وكان وجهه محمرا من الغضب وهو يصرخ متهما: أنت اللص الذي سرق كنوز عائلة ديرين. ثم مد يده نحو تورادين الذي كان فائدا للوعي. طار الفأسان الخاصان به بسرعة إلى يد والد تورادين، مستغلا قوة دفع حشد قوته ليضرب سلان كوبر ويجعلهما يرتدان بقوة نحو الأعلى، مستهدفا سلان كوبر فوق ظهر التنين. صرخ والد تورادين بحقد: أعد لي 2 شيطاني. ولكن قبل أن يلمسه قام التنين بضرب الفأس بمخلب واحد وأطاح به بعيدا. رفع سلام كوبر رأسه وبنظرة قاتمة وحادة سأل ببرود: تنينك أنت؟ ثم جلس بهدوء على ظهر التنين وأمر التنين بالهجوم بشراسة. ولم ينسى أن يرمي الوالد تورادين كلمات ساخرة: أيها العجوز الوقح، سأجعلك ترى الواقع بوضوح اليوم. في هذا العالم الذي يعتمد فقط على الأسلحة الباردة والسحر، تعتبر فرقة فرسان التنانين الشيطانية أقوى قوة قتالية لا تقهر. بعد ذلك ولتحقيق التوازن بين العائلات الكبرى، قام الملك العجوز بإبادة جميع التنانين الشيطانية في معركة واحدة، وتم ختم بيضة 2 شيطاني الوحيدة المتبقية في مدينة كريبتو. بينما قسم المفتاح إلى جزئين تحتفظ بهما عائلة كوبر وأجاكس. جلس ولد تورادين على الأرض وهو ينظر إلى سلان كوبر على ظهر التنين وصرخ: 2 الشيطاني لا يزال حيا ولم يبد. هذا جيد جدا، لكن من المؤسف أن يمتلكه شخص ماكر مثلك. كان يعتقد أن التنانين هي أكثر المخلوقات ولاء، وأن التنين الذي يقبل صاحبه لن يخونه أبدا، وإذا أجبر على التخلي عن صاحبه فسوف ينتحر. أصبح والد تورادين غاضبا وسأل: أيها اللقيط، من أين حصلت على هذا التنين؟ وهل له أخوة آخرون؟ فكر في نفسه: إذا تمكنت عائلة ديلان الخاصة من الحصول على 2 شيطاني فسنصبح بلا شك زعماء العائلات ال7 الأسطورية. رد سلان كوبر بعبوس: إنه التنين الشيطاني الأخير المتبقي في العالم، أما باقي البيض فقد أمر الآخرون بإبادته. عند سماع ذلك ذهل والد تورادين: ماذا من الذي أصدر الأمر؟ اقترب سلان كوبر ولح له بيده وهمس في إذنه قائلا: من الذي لا يريد رؤية عائلة ديرين تعود لعصرها الذهبي؟ أحيانا ما تحصل عليه مقابل الخضوع لا يعني بالضرورة أنه حماية. أدرك شيئا ما. الأمير الثاني، هل هو من فعل ذلك؟ شرح سلان كوبر: فقط التنين الذي فقد أجنحته وأنيابه تماما هو الأسهل في التحكم، أليس كذلك؟ في تلك اللحظة هبط بجانب ويليام وقال: ويليام، خصمك هو عائلة فورست من سلالة الغابة. مهارتهم كبرى هي نصب الفخاخ في البيئة والصيد بفعالية، لذا يجب عليك الاقتراب بسرعة واستخدام أقوى تقنياتك. احسم المعركة سريعا وإلا ستصبح في موقف دفاعي. قفزت لونا فورستر فورا إلى الحلبة معه وستيل ويليام سيفا للهجوم.
هجوم سيف الإمبراطورية، صرخ ويليام، لونا فورستر استعدي. ردت لونا فورستر برشاقة بوابل من السهام الجليدية. أثار هذا دهشة سالان كوبر الذي كان يراقب النزال بتركيز وعلق. لم أتوقع أن لونا فورستر ستدافع بهذه السرعة. هجوم ويليام قوي جدا، لكن خصمه يتوقع حركاته بسهولة. في هذه اللحظة من الأفضل استغلال هجوم لونا فورستر للتحرر من الكروم والاستفادة من فترة التوقف المؤقت في رد فعلها للاقتراب بسرعة والهجوم المضاد. استمر ويليام في تنفيذ تقنية أخرى، سيف الإمبراطورية المتفجر. شعر سالان كوبر بعض خيب الأمل. ويليام يختار مواجهة هذا الهجوم على الرغم من أن انفجار الطاقة يمكن تحريره من قيود الكروم، لكن قبل أن يكمل التفكير كان قد استخدم تقنية أخرى، فن السيف الإمبراطوري لعائلة إيرين كوبر. فن ويليام يهاجم بلا توقف. هجوم السيف الإمبراطوري، طعنة السيف الإمبراطوري. من مراقبتي لطريقة إيتالو استنتجت أن استهلاكه للطاقة كبير جدا. لونا فورستر من ناحية أخرى كانت رشيقة جدا وتتفادى هجمات ويليام بسهولة. كانت لا تزال تطلق السهام وهو يستخدم فن السيف الإمبراطوري لصدها. أدرك سالين شيئا واحدا، إذا لم يتمكن ويليام من هزيمة خصمه بهذه المهارات فسيواجه خطرا حقيقيا لاحقا. لوح ويليام بسيفه بقوة مشكلا ومضة ضوئية تشبه الجسر الممتد عبر الأفق، وبمجرد رؤيتي لذلك عرفت النتيجة تماما. لقد خسر ويليام. مع انتهاء الهجوم لم يجد أمامه سوى أرض خالية. أين ذهبت؟ ظهرت لونا فورستر من خلف ظهر ويليام ووضعت سيفها على رقبته. لقد تعلم الدرس من فن السيف الإمبراطوري. صار هذا كل ما لدي. كان ويليام مصدوما. منذ متى كنت هناك؟ ولماذا لا أستطيع تحريك جسدي؟ هناك شيء غريب غير معتاد. جسده بالكامل محاط بلهب وردي. وبينما كانت لونا فورستر تستعد لتوجيه الضربة القاضية، لاحظ سالن أن الوضع ليس على ما يرام. حالة ويليام فيها مشكلة. هل يعلن يكون السبب هو استنزاف طاقته في القتال السابق؟ لا، يبدو أن هذا تأثير النبات المسبب الهلوسة. اتضح أن لونا فورستر زرعت بذور فطر أمانيتا مسكارية داخل أشواك النبات منذ البداية. هذا الفطر هو نوع من المهلوسات القوية، ينتج أبواغا تسبب الهذيان وفقدان العقل. بمجرد تدمير الكرمة بدأ الفطر في النمو بجنون حتى الضربة الأخيرة لويليام. لقد استنشق ويليام الأبواغ بكميات كبيرة مع الهواء الناتج عن الانفجار مما جعلها يغرق في الهلوسة. غرس ويليام سيفه في الأرض وقال بقوة: هل هذه هي ورقتك الرابحة يا لونا فورستر؟ صار إذا دعيني أسترد حصة ويليام في هذه المواجهة معك. بضربة واحدة أطاحت بلونا فورستر خارج الحلبة. ظهرت النتيجة، ويليام طار خارج الحدود. فازت لونا فورستر فورست. ركض سالان كوبر نحوه بقلق: من أنت وماذا تريدين من ويليام؟ كان ويليام الذي يحمله الظل المرافق له يهدي في غيبوبته. ويليام أنقذ سالان كوبرين. شعر سالم بالحيرة. منذ متى أصبحت العلاقة بينهما جيدة إلى هذا الحد؟ هل تمكنت ليزا سانا حقا من الإمساك بويليام أسرع منا؟ غريب. لماذا تنقذينه ثم تهربين بعيدا هكذا؟ كانت أندريا تعالج ويليام وبدت غاضبة وهي توبخ. تلك الآن لونا فورستر هجماتها كانت قاسية للغاية. يوجد في جسد ويليام طاقة غريبة مسببة للهلوسة، لا أستطيع إيقاظه من تأثير هذه الطاقة. التفت سالان كوبر إلى ليزا سانا: لدي طريقة، لكن هل يمكنك استخدام السحر الأسود لإحداث صدمة كهربائية بسيطة لويليام؟ يحتاج أن يستيقظ في أقرب وقت ممكن. بعد لحظات استيقظ ويليام. هتف الجميع بفرح: هذا رائع. ويليام استيقظ. ذكره الجميع بلطف. لحسن الحظ أن ليسا سانا كانت موجودة. قالت أنه يشكرها. التفت نحو ليسا سانا: شكرا لك يا ليسا سانا. تسبب هذا في احمرار وجهها. ركضت هاربة فسخر سالن: مهلا، لماذا ركضت فور رؤيتك؟ فجأة تحدث أندريا: قبل قليل عندما دخل سحري وسحر ليسا سانا إلى جسد ويليام لمحو ذكريات ليسا سانا بالصدفة. يبدو أنها لم تكن قادرة على حماية ايرين كوبر من قبل، والآن تمكنت للتو من إنقاذ ويليام. أخشى أن تعاقبها رئيستها: لا تقلقوا، ليسا سانا لديها نزال قادم في الساحة، لذا لن تكون تلك المرأة مجنونة بما يكفي لمهاجمتها الآن. كما قال أندريا، كانت ليسا سانا تتعرض للتوبيخ من قبل ملكتها هي كوبر. يا لك من عديمة الفائدة، لم تستطيعي حتى حماية سيدك، والآن تحاولين استعراض قوتك في الحلبة. كانت تضربها وتعذبها باستمرار: أنت لا تساوين حتى كل بن. نظرت ليسا سانا الصغيرة بعينيها الكبيرتين بذهول. عائلة سالان كوبرا مشهورة بالسحر الأسود، حيث تجمع سنويا أطفال المتسولين من جميع أنحاء البلاد وتزج بهم في دهاليز العائلة المظلمة. كانت الطفلة تجركل لبن أصفر بينما تتبع أطفالا آخرين خلف كوبر، وبعد ذلك اضطرت لرؤية كلبها وهو يعلق على الصليب ويقتل. السحر الأسود لعائلة سالان كوبرا ينبع من أعمق درجات الألم واليأس البشري، حيث لا تتوقف العائلة عن تدمير خط الدفاع النفسي الأخير وتدمير إنسانية أتباعها. بعض الأطفال فقدوا عقولهم وراحوا يهجمون بعضهم البعض. استخدمت ليسا سانا شعرها الذي يشبه مادوسا للتعامل مع الأطفال الآخرين. فقط أولئك الذين نجوا من اليأس يستحقون حمل اسم عائلة سالان كوبرا ليصبحوا أدوات تصفية مرعبة. صار في هذه اللحظة كانت ليسا سانا مقيدة بالحبال جاثية على الأرض بجروح في جسدها، لكن هي كوبر لم تشف غليلها واستمرت في صراخها: أنت كلبة مخلصة لمنزل سالان كوبرا، ألم تنسي كم صرفت العائلة عليك من أموال لتنشئتك؟
امسكت كوبر بسلاح يشبه السلسلة الحديدية وصاحت بحدة: جسدك روحك، كل شيء فيك يجب أن يكون جاهزا للتضحية من أجل سيدتك في أي وقت. غرزت السلاح في كتف ليسا سنة وبدأت تعذبها: إذا لم تستطيعي حماية سيدك فهذه الزراعة لا لزوم لها. رفعت ليسا سانا عينيها الصافتين وتمتمت: أنا من أهملت أجبي ولم أستطع حماية سيد شاب إيرين كوبر. ثم سجدت تعترف بخطئها: أرجوك يا سيدتي عاقبيني. فجأة انطلق سيف بطاقة حمراء مع صرخة: توقفي. مر سيف بيرسيوس بجانب يدها مما جعل هيا كوبر تسقط سلاحها ليستقر السيف في الجدار خلفها مباشرة. اقتحم سالن المكان وهو يجزع على أسنانه بغضب، وبجانبه كانت أندريا تغطي فمها من الصدمة. أيتها السيدة، هذه هي الأكاديمية الإمبراطورية وليست مكانا يمكنك فيه ممارسة طغيانك. رفعت هيا كوبر يدها عاليا كاشفة عن خاتم الجمجمة وقالت: سالن، لم أجد فرصة لمهاجمتك، لم أتوقع أنك بهذا الغباء لتأتي بنفسك وتلقى حتفك. ثم أبضت يدها موجهة الخاتم نحو الأمام. في نفس اللحظة ظهروا شم أخضر على رقد وصدر ليسا سانا. صرخت: يا كوبر، ستكونين مثل هذا الكلب، مقيدة دائما بهذا السحر الأسود. تعيشين حياة أسوأ من الموت، ولن يكون أمامك سوى الجسو تحت قدمي للتوسل. من جانبه ضحك سالن وأطلق هالة من القتل والسخرية: يبدو أن السيد إيرين كوبر لم يخبرك بعد. قبل ذلك حدثت مشكلة صغيرة في لعنة الظل التي وضعتها عائلة كوبيرو في جسدي، لذا أصبح إيرين كوبر الآن هو ظلي. عند سماع ذلك غضبت هي كوبر وصرخت: أيها الوغد الحقير، كيف تجرؤ على فعل ذلك؟ أنت تستحق الموت. لكن سالن لم يهتم ونظر إلى ليسا سان الملقاة على الأرض محذرا: من الأفضل لك أن تصلي لكي أعيش طويلا، وإلا فإن إيرين كوبر المسكين سيتحمل كل الآلام نيابة عني. ثم اقترب وجلس على ركبة واحدة رافعا رأس ليسا سانا. رأت هي كوبر ذلك وازدراها: ماذا؟ هل تظن أنك خنت العائلة والآن تريد أخذ هذا الكلب كعمل بطولي؟ فجأة أمسكت بشعر ليسا سانا وأجبرتها على النظر إليها: انظري جيدا، طوال حياتها لن تخرج أبدا من سيطرة عائلة سالان كوبرا. مش كل حد هيغبي وياكل الذبل اللي ما بيثمرش فيه المعروف زيك يا ليسا. قالتها ليسا وهي بالتمتم وبترجى سيدها انه يعاقبها. سيدها عاقبها، وفي اللحظة دي هي رفعت ايدها وطلعت السلاح حد بيشع طاقة حمراء، ومن وراها كان في شيطان احمر بايدين حادة بيقول: انتوا كلكم ما بتمكمش حياة حد غيركم. وكملت الست كلامها: يا سلام كوبر بلا شطور، لو تجرأتي ورفعتي ايدك على حد من النبلاء، الامير التاني هيستغل الفرصة دي ويسحب منك لأبك كعامة. وفجأة اندريا اللي كانت واقفة ورا سلام كوبر على طول لوحت بعصايها وضربت طاقة صفراء ناحية السحر الازرق اللي على رقبة ليسا وهي غاضبة. انا شفت ذكريات ليسا ومحتاجة بس اصحي اجمل ذكرياتها عشان اقدر اساعدها تتحرر من سيطرة السحر الاسود. بعد شوية سال بص لليسا وهي بتفتح عينيها وسألها بسرعة: ليسا سمعاني؟ وفكرها ان لسه قدامها ماتش في ساحة النزال. طول ما انت كسبتي في الماتش ده هتقدري تفضلي في الأكاديمية الإمبراطورية. وفجأة صورة ويليام وهو بيبتسم ظهرت قدامه. ليسا قالت بتهان: هيبقى عندي فرصة أواجهك بشرف وأحسن من النتيجة بينا. عينيها بدأت تركز وتمتمت عن الماتش، وبعدين مسكت القلادة السحرية اللي على رقبتها بقوة. كانت بترتعش وهي سمعت الكلام في ودنها: بمجرد ما تهربي من السجن ده النهارده هتتحري للأبد من اللحظة دي. الناحية التانية هي كانت غضبانة وضربت طاقة خضراء وبخاتم الجمجمة بتاعها وهي بتزعق يا نجوم السماء: ازاي تجرأي تحلمي بالهروب من قيودك؟ هخلي روحك تتألم لدرجة انك مش هتفكري تعصي امري حتى لو نص كلمة. بس في اللحظة دي ليسا بدأت تطلع طاقة لونها فيروزي، كانت بتحارب سحر هي بإرادة صلبة، وقالت لنفسها: مش ممكن اموت هنا. بعدين ليسا قامت ووقفت بصلابة، شعرها تحول لشعر مدوسة، وصرخت وضربت هي بشعرها وطيرتها بعيد. وبعدين جريت وهي بترنح ناحية الباب وقالت: أنا وعدته، مش ممكن أموت هنا. ليسا كانت ماشية بتخبط في كل حاجة وهي بتتمتم: لازم ما أموتش. وفجأة رمت نفسها في حضن ويليام وهو غمض عينيه بتأثر: كويس جدا يا أنسة يا منقذة حياتي، الحمد لله إنك بخير. في نفس الوقت حد سأل يا ويليام، أنت إيه اللي جابك هنا؟ مش المدير كان بيساعدك في العلاج؟ في الوقت ده هي كانت راكعة على الأرض وباصت لخاتم الجمجمة اللي اتكسر حتت، وقالت: ما تفتكروش إنكم انتصرتوا. حتى لو ليسا اتحرت من ختم السحر الأسود لسه هتفضل ملكية خاصة لعيلة سالان كوبرا ومحدش فيكم يقدر ياخدها. وفجأة المدير دخل ومعاه أوليفر ووقفوا عند الباب وقالوا إن ليسا هي الفايزة في المسابقة ومش ملك لأي عيلة. لما سمعت كده هي كشرت ونفت الكلام. للأسف بمجرد ما مهرجان الطلبة الجدد يخلص الأكاديمية مش هتقدر توفر لها الحماية دي. الكلام ده خلى المدير يغضب وطلع هالة التهديد وسألها: ولو بقى الطلبة عندي، هل عائلة سالان كوبر هتخاطر بمعادتي عشان خاطر السيدة كوبر اللي هي مجرد عضو اتجوزت برا العائلة؟ والملأ ما فيش فايدة، هي مشيت بغضب. سال بص للمدير وقال: شكرا يا مدير انك اتدخلت. المدير رد بكل ذوق: ده اللي كان ويليام بيحاول يطلبه مني، كوني مدرس لازم ألبي احتياجات طلابي.
طرقر. لما سمع كده سال فكر ان ويليام اكيد قدر يقنع المدير وشكله مهتم جدا بليزا. وبعدين صوت طلع قال يا ويليام ليزا هتبقى في امانتك دلوقتي. في اللحظه ديك شايل ليزا وطلب من اندريا تستخدم سحرها عشان تعالجها، وكان مستغرب ليه انا صار. الموضوع ده محرج، ليه مش اندريا بس؟ التاني نبه شوش اهدى لسه هتصحى. في نفس اللحظه ليزا وشها احمر من الخجل وخبت وشها في صدر ويليام. بعد شويه سلان كوبر جت وربتت على كتف اوليفر وقالت تعبتك معايا يا استاذ اوليفر، النهارده قدرنا ننقذ ليزا بفضل انك عرفتني مكان الابو السري ده. هو وطى رأسه وفكر في جدول مباريات المتسابقين وقال حاجة تانية، يا سال قبل ما أجيب المدير أمباس ممثل عائلة سالان كوبرا استغنى عن حقه، وموران أعلن إن الأنسة أندريا هتأهل تلقائيا. وبعدين أوليفر فضل يفكر في المنافس الغامض بتاع جلوريا، وافتكر إنها رفعت سلاحها وركعت قدام المنافس ده. وفي مجموعة تانية جلوريا كانت بتواجه فارس مجهول، وفي الآخر أوليفر أعلن إن الفارس المجهول ده سحق جلوريا بسرعة ومن غير ما يتخدش حتى.